يلا تعالوا، شايفين بقى الفطيرة الجامدة دي؟ هنعملها النهاردة مع بعض بدون ما نعجن ولا نتعب ولا هتاخد مننا اي مجهود تماما، ولا حتى نريح العجين شوية. وفي اقل من 10 دقايق هتكوني جهزتي فطيرة جامدة موت ان شاء الله تعجبكم. شايفين الطبقات روعة، وهوريكم الفرق بين تسويتين مختلفين، واحدة على البوتاجاز والتانية هنسويها في الفرن، وهوريكم الفرق وهقول لكم انهي احلى طلعة. يلا مع بعض بسم الله، يلا بينا. اول حاجة هنجهز الخلطة دي: كوبايتين من الزبادي، علبة من القشطة، معلقتين زبدة كبار او سمنة حسب المتاح، وفنجان من الزيت، ومعلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. هنقلب الكلام ده كله مع بعضه حلو جدا لحد ما تحسي ان بقى معاكي خليط عامل زي الكريمة كده، او زي الجبنة الكريمي، زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. شايفين قوامه عامل ازاي؟ زي الكريمة بالظبط. هنجيب بقى الطاسة اللي احنا هنعملها على النار، او صينية او اي حاجة متاحة عندك، مفيش اي مشكلة، بتلزق او ما بتلزقش ما تقلقيش خالص، مش هتلزق معاكي. وهندهنها زبدة حلوة قوي، لازم تدهنيها كويس. ومعايا جلاش روتانا زي ما احنا شايفين، احلى جلاش انا بحب اجيبه عن نفسي هو جلاش روتانا. هنحط بقى طبقة كده، وبعدين هندهن الطبقة وهنطلع حروفها من الجنبين. يعني هنحط الورقة في النص، وهنطلع الجنبين من ناحية دي ومن ناحية دي، والورقة التانية هنحطها العكس في الاتجاه التاني زي ما احنا شايفين كده. اول ورقة هتضغطي عليها حلو تاخدي شكل الصينية بتاعتك او الطاسة، لكن في بقية الطبقات ما تضغطيش جامد عليهم علشان ما تبقاش الفطيرة بتاعتنا مكبوسة. احنا عايزينها تبقى مورقة، وبين كل طبقة والتانية تحسي بفراغ كده جناب. وهندهن كل الورقة حتى الحروف اللي طالعة دي هندهنها زي ما احنا شايفين لحد ما هنوصل للاخر. ولو في اي حتت صغيرة متقطعة تحطيها في نص الفطيرة مش هتبان معاكي، وتدهني الحروف كلها كويس. وبعدين في الاخر خالص هتسيبي ورقتين مش هتحطيهم، وهتبدأي تلمي الحروف بتاعتك كده زي ما احنا شايفين. تلميها المقاس الطاسة دي 28، ده احلى مقاس بيطلع معاكي الفطيرة تخينة وحلوة ومورقة جدا. هنلم بقى الفطيرة كده الجلاش بتاعنا، وبعدين هنروح نجيب الطبقتين اللي احنا سبناهم اخر ورقتين، وهنحطها كده وندهن برضو بنفس الخليط بتاعنا اللي احنا عاملينه للفطيرة. وبعدين هنبدأ بقى نلم اخر ورقة دي على جوه لتحت كده زي ما احنا شايفين. هنحطها من تحت الفطيرة علشان تبقى حلوة معانا، والفطيرة ما تفكش معانا وتنشف كده، هتبقى ماسكة نفسها وكأنها فطيرة واحدة. هنروح بقى على النار وهنحطها على الحرف ونغطيها على حرف النار، ونبدأ نلف علشان تستوي من كل الاتجاهات وتكوني موطية النار تماما. دي الصينية التانية اللي هنحطها في الفرن، عملناها بنفس الطريقة بالظبط. لما نلاقي بقى الحروف كده بدأت تحمر يبقى كده هي استوت معايا. هروح هقلبها في حاجة، وبعدين لو في فتافيت ولا اي حاجة في الطاسة او الصينية زي كده هنشيلها، وبعدين هنديها دهنة بسيطة جدا من الزبدة برضو، ونرجع تاني الفطيرة في الطاسة او الصينية ونرجعها تاني على النار بنفس الطريقة بالظبط. اللي هتبقى معانا شايفين الخليط اللي انا عملته ده يعمل لنا فطيرة كمان، يعني مكونات الخليط ده يعمل لنا 3 فطاير كده. خلاص اهي استوت من ناحيتين الفطيرة اللي انا حطها على النار. هقلبها بقى في الطبق وهغطيها واسيبها يعني 10 دقايق كده متغطية علشان خاطر تطرى معايا اكتر واكتر كده. خلاص بعد ما شلت من عليها الغطا شايفين طرية ازاي؟ طرية جدا 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 ومورقة وتحفة بجد، خطيرة جدا. وفي 10 دقايق هتكوني عملتي فطيرة ممكن تتعشوا بيها او تفطروا بيها. روعة روعة روعة. بصوا بقى من جوه عاملة ازاي، وشايفين سمكها وطبقاتها. ايه المقاس بتاع الطاسة ده 28 هو انسب مقاس للفة الجلاش كده. هوريكم بقى الفطيرة اللي انا عملتها في الفرن. انا بصراحة فضلت على البوتاجاز اكتر، لان حسيت ان على البوتاجاز ما خدتش وقت زي الفرن، حسيت ان الفرن خد وقت اكتر.
وكمان علشان كانت متغطية على البوتاجاز مطلعة الوش بتاعها طري اكتر. لكن اللي في الفرن ادي اهي اللي في الفرن، شايفين تحسي ان الورقة اللي على الوش خالص تحسوا ان هي اتحمصت شوية او نشفت شوية، لان في الفرن ما بتبقاش متغطية فنشفت شوية من الشواية زي ما احنا شايفين كده. وبس كده خلاص، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، وباي باي.